مبروك للزمالك الفوز على النادي الأهلي بمساعدة طبعا محمد عادل وإبراهيم نور الدين وخالد الغندور، طاقم كله زملكاوي. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. تابعين كرام أبو إدريس، تنساش تشترك في القناة. طبعا اللي ساعد الزمالك على الفوز كرر بالتشكيلة بتاعته الزفت، بيعق بيجي في التشكيلة في 3-4 ماتشات كرر بيعق في التشكيل. عندنا رامي ربيعي يعني المفروض دي خلاص يعتزل كرة، وعبد المنعم العصبية اللي هو بيلعب بيه متنفعش، المفروض يقعد على الدكة ماتش أو 2 عشان يخف العصبية دي. والحكم سيف الجزيري المفروض ياخد انذار في التمثيل في ضربة الجزاء، ما عطوهوش انذار. في المشكلة بتاعته هو محمد عبد المنعم المفروض يعطي ال2 انذارات، برضك عطى بس محمد عبد المنعم عشان تعرف بالظلم والتحكيم رايح فين. عطى بس محمد عبد المنعم وما عطاش سيف الجزيري. واخيرا شفنا الميت بيصحى من الموت وبينزل يحتفل في ارض الملعب. الميت نزل احتفل الفوز. والزمالك عمره ما بيفوز على النادي الاهلي غير بحكام مصريين. حكام اجانب ما بيعرفش يفوز على النادي الاهلي، بيفوز غير بالحكام المصريين اللي هم مرتشيين واصلا هم بينتموا للنادي الزمالك. محمد عبد العادل بتاع الاحتواء زملكاوي، وابراهيم نور الدين زملكاوي، وخالد الغندور الحكم الرابع زملكاوي، طاقم الفار كله زملكاوي. يعني التشكيله كلها بتاعت التحكيم النهارده كلها زملكاوي، ملقطينهم على الفرازي. والمباراه مرسومه من قبل ما تلعب انهم يخسروا النادي الاهلي. مفيش كره في الملعب، مراقب المباراه اكنه مش موجود. بعد ما النادي الزمالك حط الهدف الكره اختفت، اللعيبه بتدور على الكره اكني مراقب المباراه مش موجود، اكن الحكم مش موجود. ما حسبش الوقت ابدا، الوقت الضايع اللي هي بيدور على الكره فيه. وشوف انتبه على فرحه ابراهيم نور الدين بعد المباراه وانت تعرف ازاي ان هو زملكاوي. مش تشترك في القناه وتعمل فولو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.